أولى عشان الناس تحس إنهم ملتزمة. مفيش كده مراته ممكن تفتح له قناة أو قصة تسكويت يعني اللوم والله يعني اللوم وبيحاول بس هو بص فن اللي حصل ايه ان هما بيبصوا الموضوع بيوصل لمرحلة الغيرة ومثلا يعني مثلا في الكويت الله طب ما انتوا بتحرجونا كده يعني في انك انت شغال وعمال بتعمل وكلام من ده بتحطني في خانه ان انا مقصر وبتاع كان بيجي يقول له اطلب منه ما حكى لي سلطان قال انه لي اصل والبتاع والبرلمان والوزاره والقصه واحنا الناس عليها فتحه وبصر بص اللي احنا فيه ده غلطاتنا الصغيره. بص فن بغض النظر بقى على الوطنيه والقوميه العربيه والكلام ده احنا كان لازم وبمنتهى البتاع زي ما سوريا عملت وكان لازم من البدايه خالص في كل المواقف الرئيسيه هتاخد انا جاي لك سنه 90 علشان اعمل لك البتاع ده والكلام من ده هات على طول فاش فصال دي امصار دول يعني احنا بنكرر التجربه تاني بعد اليمن وبعد لا هات صوت يدفع ما انا ورايا شعب جعان ومتنيل بنيله وظروفي انيا اللي انتوا عايشين حياتكم بالطول بالعرض وفلوسكم متلتله قد كده ما انا ورايا شعب جعان ومتنيل بنيله وظروفي انيا اللي انتوا عايشين حياتكم بالطول بالعرض وفلوسكم متلتله قد كده. الاحتياطات بتاعتهم ادت اكتر من احتياط البلد يعني كل امير معاهم مئات المليارات بتاع قطر البنك بتاعه ده اللي هو قطر الوطني ده ولا مش عارف ايه فاهمين كان البت بتتكلم من اسبوع كده ل 10 ايام احتياطت 900 مليار يعني دخلنا الموضوع ما كانش يكون ورانا تقول له نحن محتاجين 10 يتحطوا في حساب الجيش 10 ايه؟ حساب الجيش ال10 دول ساعة لما ربنا يوفق وينفع هيشتغلوا للايه؟ للدولة عايزين من الامارات 10 زيهم عايزين الكروت 10 زيهم ده بالاضافة لقرشين يتحطوا في البنك المركزي واللي وقفوا في السنة بتاعت 2014 ويغمى عليك يا عم الفلوس عندهم زي الرز يا عم انا عارف يبقى ممكن ناخد الرقم ده كده حبسة كامل هي بس ممكن يكون حتة انه قيمة كبيرة زي دي يوديها ازاي يعني هي دي الفكرة انما ماشي احنا ما قلناش حاجة فن ان شاء الله يمشيها بالتتالي كده 2 في 3 في 2 في 3 2 في 3 لغاية ما توصل يعني مش لازم تبقى بلق الحسابات دي موجودة عليك في السعودية يعني الحسابات دي ممكن تبقى جوه عندكم من عنده فوق يعني نفتح حساباتنا ما احنا عندنا بقى مكتبنا هناك يدخل على الحساب على طول يعني بس المهم يكون البلق جوه ما اعرفش الموضوع ده شوف الامريكان لعبوا ازاي هناك طبعا ده حاجة أقذر من اللي عندنا كويس أقذر من اللي عندنا لا مش أقذر يعني أنا بتكلم ليه فن من وجهة نظر اللي هناك يعني الناس برضه مش متعودة على كده المنظر ده طبعا صح الو مرحبا اخي فهد ازيك اخبارك ايه كله تمام طمني عليك وكل الامور تمام طب ومعالي الرئيس كله فل كويس يعني الاربع طب الاربع الساعة كام من 12 ل1
طيب خلاص انا هشوف. طب انا بس كنت عايز ابلغك حاجة لازم تبلغها له. دلوقتي حالا وانا بكلمك في اجتماع للمجلس، لو حضرتك هتكتب للمجلس الاعلى للقوات المسلحة. القوات المسلحة في نهاية الاجتماع هيصدر بيان من المجلس الأعلى تمام بالموافقة على ترشيح الفريق السيسي لرئاسة الجمهورية. تمام كده؟ طب يعني لسه عبال ما هو لسه بادئين الاجتماع حالا، فقدامهم قول مثلا ساعتين وبعدين هيعلنوا. بس انا قلت اقول لك قبلها وعشان تبلغ معالي الرئيس ويبقى عارف الامور ماشيه ازاي. طيب اوكي ماشي يا فندم. وانا هحجز الصبح بدري يوم الاربع بحيث ان انا يعني اوصل في الميعاد ان شاء الله باذن الله. طيب اوكي يا حبيبي ماشي. اتفضل يا حبيبي اتفضل، مع السلامه.